بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خالد الغندور بيأكد ان امام عاشور في الاهلي مقابل انتقال الثنائي المخضرم الى اوروبا خلال انتقالات الصيف، وكارثة بالمعنى الحرفي في الطريق الى الزمالك في الاسبوع القادم. نبدأ بامام عاشور وخالد الغندور. تحدث الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن ملف الصفقات في صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال الغندور في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت اف ام حال موافقة النادي الأهلي على خطوة انتقال أحمد عبد القادر إلى الدوري الروسي وتحديدا في صفوف فريق سيسكا موسكو. أرى أن الإدارة الأهلاوية قد تفكر في التعاقد مع إمام عاشور من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي كما يتردد ذلك بقوة. يعني خالد الغندور بيؤكد أن حال انتقال الثنائي إلى أوروبا، وطبعا هم عبد القادر وديانج، ففي هذه اللحظة يبقى إمام عاشور في الطريق إلى النادي الأهلي من فريق ميتلاند الدنماركي كما يتردد بقوة في الأيام والساعات الماضية. وأوضح خالد الغندور أن انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي لن يحدث سوى من خلال بيع لاعب مثل أحمد عبد القادر زي ما قلنا أو أليو ديانج من أجل شراء لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، حيث لن تقل قيمة الصفقة عن 4 مليون دولار، خاصة أن اللاعب انتقل من الزمالك إلى فريق ميتلاند الدنماركي مقابل 3 مليون دولار. امام عاشور وانتقاله الى النادي الاهلي شاغل دماغ خالد الغندور جدا جدا جدا. اما بالنسبة الى الكارثة الكبيرة اللي في الطريق الى نادي الزمالك، هي ان فيه لجان تفتيش على عدد من الاندية من ضمنها نادي الزمالك، هتفتش على كل حاجة في نادي الزمالك. وريني يابا مستنداتك، وريني يا حاج فلوسك، دخلك خارجك، مصاريفك، عملت في ايه وديتها فين، تعالى نتحاسب ونقعد بقى على الترابيزة. لان رئيسك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اتعزل رسميا، بما ان خطاب العزل وصل الزمالك سواء بقى بالاستلام بالايد او عن طريق الواتساب او عن طريق الايميلات. المهم ان الخطاب من الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور وصل رسميا باي طريقة ان كانت. في الحالة ديت مرتضى منصور يعني مش يعتبر، لا، مرتضى منصور معزول بحكم القانون ووزارة الشباب والرياضة. فمرتضى منصور اي حاجة يعملها في نادي الزمالك يمضي عليها، اي حاجه قرار ياخده يعتبر اكنه لم يكن، او تعتبر ان هي حاجه مخالفه في نادي الزمالك. طبعا زي ما حضراتكم سمعنا كده ان امام عاشور خالد الغندور بيؤكد انه في الطريق الى النادي الاهلي في حاله بيع احمد عبد القادر واليو ديانج او اي صفقه منهم، سواء صفقه احمد عبد القادر لروسيا سيسكا موسكو او اليو ديانج لتركيا. ده بالنسبه لاخبار النادي الاهلي وصفقات النادي الاهلي على لسان خالد الغندور. اما بقى بخصوص دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي بيفرض عقوبة جديدة على الرجاء المغربي ويهدد في الغرف المغلقة. ارسل النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي خطابا جديدا للاتحاد الافريقي لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة امام النادي الرجاء البيضاوي المغربي في اطار منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا. وسيلتقي الاهلي امام نظيره الرجاء البيضاوي يوم السبت القادم في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، وذات الموعد بالنسبة لمكة المكرمة في إطار مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وستقام مباراة المارد الأحمر أمام بطل المغرب على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، بعد أن تفوق الأهلي في مواجهة الذهاب على استاد القاهرة الدولي بهدفين دون رد سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.
وان اداره النادي الاهلي طالبت من الاتحاد الافريقي بضروره توفير حمايه على البعثه الحمراء خوفا من تكرار شغب الجماهير المغربيه مثلما حدث العام المقبل. طبعا الخبر ده منشور على موقع الاهلي نيوز. اما بقى للنجم احمد حسام ميدو، كابتن احمد حسام ميدو يا حلو بانت لبتك. ولبة احمد حسام ميدو هو بياخد دور زي دور مثلا سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي، خالد الغندور في الزمالك، مرتضى منصور في الزمالك. فاحمد حسام ميدو واخد دور حامي حمى الزملكاويه ونادي الزمالك، وشايل يعني عامل زي ايه، شفت كده ايه، عنتر شايل سيفه ماشي. وكل طبعا ما تخبط في الاهلي او جمهور النادي الاهلي تتصيد اكتر وتركب الترند. ففي اللحظات الماضيه او في الساعات الماضيه الكل بقى يركب الترند على حساب كهربا، والتقطيع في كهربا ولازم ايقاف كهربا، والحكايه والروايه عن ايقاف كهربا. كل ده عشان خاطر كهربا ما يلعبش السوبر الافريقي، ولا عشان خاطر الكل عايز يبين نفسه ان هو الحامي الرسمي لنادي الزمالك؟ ما هو مرتضى منصور اتعزل من نادي الزمالك، والكل دلوقتي عايز يركب الترند على حساب طبعا مين؟ على حساب كهربا. طبعا دلوقتي عشان انت تبقى في الصورة وتجمل صورتك ويعني تعمل تبروز صورتك كده، لان دلوقتي الزمالك داخل على موجة جديدة من التغيير، وطبعا زي ما قلنا في كارثة في طريق الزمالك. وطبعا هتبص هتلاقي كده مجلس اداره نادي الزمالك واحد ورا التاني كده، الكل بيخلع، الكل اول ما مرتضى منصور يمشي او اول ما يجي بتوع لجنه التفتيش دولت هتلاقي بقى اللي استقال واللي مش موجود، وطبعا المكان فاضي جدا في نادي الزمالك. مجلس اداره الزمالك او بالكامل سواء من اول رئيس النادي لغايه اصغر واحد في الاداره، الاماكن كلها تكون فاضيه لوجوه جديده. ممكن نشوف في الوجوه الجديده ديت حسام ميدو، احمد حسام ميدو، ممكن نشوف حازم امام، ممكن نشوف ناس تانية. بس للاسف الشديد ان كل الناس المطروحه وكل الناس على المستوى الزملكاوي اللي في الصوره حاليا مفيش حد فيهم يصلح ان يكون رئيس نادي الزمالك او في مجلس اداره نادي الزمالك. الكل ما عندهمش حلول، لان التركه خربانه جدي. التركه في الزمالك خربانه جدا جدا جدا، واللي هيجي يمسك الزمالك هيقابله عقوبات كتيره جدا، لانه عايز يبدا من الصفر، وحتى الصفر يمكن مش هيلاقيه موجود. لكن نادي الزمالك نادي كبير وجمهوره جمهور كبير، وان شاء الله نشوف الزمالك يرجع تاني زمالك اللي احنا عارفينه، المنافس التقليدي للنادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي ماشي بمسيره ثابته، لان كل الناس المتواجده في النادي الاهلي بتعمل لمصلحه النادي الاهلي رقم واحد فوق اي حد، بعكس الزمالك اللي كله عايز يركب الترند. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.